عارف اتعامل مع مشاعر الفشل. طيب، اول حاجة انا محتاج اركز ان الفشل ده مش عدو ليا. الفشل ده ربنا خلقه في حياتي عشان يعلمني شوية حاجات. ممكن احيانا يكون عايز يعلمني ان انا كنت محتاج اقرص على نفسي واشتغل شوية. ممكن يكون محتاج يعلمني ان الدنيا مش دايما هتديك كل الحاجات اللي انت عايزها، وان يبقى فيه اوقات بعض الابتلاءات. ممكن يكون عايز يعلمني ان دي مش من نصيبك، لكن ممكن تشتغل تاني وتكمل تاني فيجيلك حاجة احسن من دي بكتير. احنا كبشر مش علينا ابدا النتيجة، احنا علينا السعي. وعشان كده ربنا قال سبحانه وتعالى وان ليس للانسان الا ما سعى. فده معناه ان انا عليا ان انا اسعى. وممكن الفشل ده يخليني ارفلكت كده مع نفسي واشوف، هو انا قصرت؟ هو انا عملت حاجة غلط؟ انا كنت محتاج احضر اكتر، كنت محتاج اركز اكتر. فالموضوع ليه ابعاد تانية كتير غير ان هو فشل بيور. ممكن اكون انا الفرصة دي ربنا مش كاتبها لي، ممكن اكون مكان مش شايف المواهب بتاعتي مظبوط، ممكن يكون انا اللي محتاجة اشتغل على نفسي. طب ايه رأيكم نجرب نتعامل مع الفشل او ايا كان اسمه ايه ان هو جزء من رحلتي في الدنيا؟ وبدل ما اسأل نفسي انا فشلت كم مرة وبكت نفسي ووبخها وكذا، انا ممكن اسأل نفسي ايه اللي انا اتعلمته، او ايه اللي ربنا عايز يوريهولي في التجربة اللي ما نجحتش دي، او ايه الحاجة اللي كنت اقدر اعملها وما عملتهاش واقدر اعملها بعد كده في مرات جاية. فلما انا اشفت المايند سيت بتاعي اللي انت فاشل انت غلطت، اللي انا ربنا علمني ايه، دي بتفرق جدا في طريقتي وفي افكاري وفي الفرص حتى اللي انا بروح لها وفي الفرص اللي بتجيلي كمان. ولما ابدا اعمل الخطوه دي ابدا اركز ان انا مالكش دعوه براي الناس، ما تفكرش في حكم الناس. امشي الرحله بتاعتك مش عشان حد في الاخر يسقف لك، امشي الرحله بتاعتك عشان انت تتعلم وتستفاد، وتطلع من الرحله دي بخبرات ودروس كتير اتعلمتها وفادتك في حياتك. فكر اني هبدا استمتع بتجاربي واستمتع برحلتي ايا كان شكلها ايه، ان كل حاجة صعبة انا مريت بيها بتنقلني ان اكون انسان واعي اكتر، فاهم اكتر، قوي اكتر. ده بس هحس ان الفشل او الحاجات الصعبة اللي انا مريت بيها او اي حاجة سعيت لها وما اخدتهاش جزء من الرحلة بيخليني اتعلم وانضج. واكيد اكيد لما ربنا بيشوفني بسعى هيكتب لي التوفيق، حتى لو في مكان تاني غير المكان اللي انا سعيت فيه.